سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح الذي رجال الإسناد جميعا ثقات، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة بنفسه. أي شيء يسمى غزوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو قائد المعركة، وأي شيء يسمى سرية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مجموعة من الصحابة ويؤمر عليهم أحدهم. وهنا يقول جابر: الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة بنفسه، كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد في هذه الغزوات. يقول رضي الله عنه: فما تخلفت إلا عن 2. قال في الحديث: تخلفت عن 2 ولم يذكرهما، ولكن فيها حديث أخر يذكر جابر رضي الله عنه أنها غزوة بدر وغزوة أحد، لم يشارك فيها جابر، منعه أبوه، ووالد جابر اسمه عبد الله رضي الله عنه، وجابر وأبوه صحابيان جليلان رضي الله عنهما. قال: شهدت 19 وغبت عن 2 لم يحضرهما رضي الله عنه. فبينما أنا معه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته إذ أعياي ناضحي تحت الليل فبرك. الناضح هو الجمل الذي كان يركب عليه جابر رضي الله عنه، وأعياي بمعنى أنه تعب الجمل وبرك وما استطاع يواصل المسير، وكان يعني جملا هزيلا وضعيفا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرنا في أخريات الناس فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، فانتهى إلي وأنا أقول: يا لهف أمتاه وما زال لنا ناضح سوء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه إذا كان في سفر مع قافلة أو في غزو كان يكون في الأخير. لماذا في الأخير؟ حتى ينظف الضعيف فيردفه ويعينه ويقويه ويساعده ويدعو له صلى الله عليه وسلم. كيف انظر النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بضعفاء الأمة، وانظر إلى ملوكنا اليوم ورؤساء الوزراء والبرلمانيين، تكون عندك قضية تبقى تجري من واحد إلى واحد، وعندك أولادك يموتوا العملية وكذا، وفقير ومظلوم، وتجري بين المحاكم وبين المحامين تطالب بحقك لا تجده. والرسول عليه الصلاة والسلام يخرج مع القوم عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، يخرج مع القوم يسافر معهم على جمالهم ويكون في الأخير لينظر في الضعيف وينظر في المريض واللي جمله تعبان واللي نقص أكل واللي كذا ينظر، والمريض يلطف بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: والرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر، تأخر جابر في المسير والجمل برك الجمل لا يريد أن يذهب، فانتهى إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا جابر بأبي وأمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شأنك؟ إيش المعاونة التي تريدها وإيش المساعدة التي تريدها يا جابر؟ ما شأنك؟ قال رضي الله عنه: أعياي ناضحي. أعياي يعني ناضحي الجمل خلاص ما. فقال صلى الله عليه وسلم: أمعك عصا؟ قلت: نعم. فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعثه، يعني ضربه ثم أقام الجمل، فقام الجمل، فضربه ثم بعثه ثم أناخه. أناخه يعني إيش؟ بركه، يعني جعله يبرك على الأرض. ثم أناخه ووطئ على ذراعه، وطئ النبي صلى الله عليه وسلم برجله الشريفة على ذراع الجمل، البركة. وقال لجابر: اركب
فركبت فسايرته صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام على جمله وأنا على جملي، وسايرته بمعنى أن كنا نمشي مع بعض. فسايرته فجعل جملي يسبقه، جمل جابر أصبح يسبق جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 25 مرة. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لي، 25 مرة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر قرب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كل البركات والخيرات جاءت لجابر بسبب الجمل هذا، يبقى الجمل هذا أعظم حاجة عند جابر. جمل ضعيف ولكنه بركة على جابر رضي الله عنه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك عبد الله من الولد. عبد الله هو والد جابر، وكان قد مات رضي الله عنه، ويتكلم مع جابر، جابر يعني مع إخوته. قال ما ترك عبد الله. قلت 7 نسوة، 7 نسوة يعني 7 بنات، ترك 7 بنات، ذرية أبوه كانت كلها بنات رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم أترك عليه دين؟ ترك دين أبوك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، يعني أصحاب الديون، فإن أبوا فإذا حضر جداد نخلكم فآذني، يعني حاول تتفاهم معهم، ولما يحضر وقت الجداد بمعنى جني، يعني التمر والرطب تجنى من النخيل، جني الرطب والتمر من النخيل، لأن جابر كان عندهم نخيل، فقال له يعني لما يأتي الوقت الموسم يجمع التمر والرطب من النخيل كلمني حتى نعالج موضوع ديون أبوك. فإذا حضر جداد نخلكم فآذني. وقال لي يعني لجابر، شو انظر هذه الأحاديث كلها وهم يعني على الجمال ويستانسون معهم في السفر. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يعني يا جابر؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ممن تزوجت؟ بمين؟ فقال بفلانة بنت فلان، تزوجت بفلانة بنت فلان. بأي من كانت؟ قال تزوجت بفلانة بنت فلان بأي من كانت بالمدينة، يعني امرأة تأيمت، بمعنى أن كان لها زوج وزوجها يعني أرملة، مرأة أرملة أو مرأة ثيب، يعني كانت صاحبة زوج. قال صلى الله عليه وسلم فهلا فتاة كنت تلاعبها وتلاعبك، يعني كانت بكر كان أفضل لك. قلت يا رسول الله كنا عندي يعني كان عندي أو كنا عندي نسوة خرقا، يعني أخواته رضي الله عنه، فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء. المرأة الخرقاء هي المرأة التي ليس لها خبرة، مرأة ليس لها خبرة في شؤون الحياة مش فاهمة يعني الحياة والتعامل مع الأمور، التدبير المنزلي وما يتعلق به، يعني شؤون البيت وشؤون كذا الأسرة والبيت. فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، يتزوج واحدة نفس الشيء تكون بكر، تكون يعني ما تعلمش البنات وتربيهم زي ما تقول تفهمهم كيف تكون المرأة يعني مع أزواجها وكذا. فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت هذه أجمع لأمري، يعني ناخذ واحدة أيم أفضل. قال عليه الصلاة والسلام فقد أصبت ورشدت، فقد أصبت ورشدت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر بكم اشتريت جملك؟ الجمل هذا رأس ماله كم؟ الجمل اللي كان بارك قبل قليل أعياي ناضحي
كان قبل قليل. قال له بكم اشتريته؟ قلت يا رسول الله ب5 أوراق من ذهب، 5 قطع من الذهب. فقال عليه الصلاة والسلام قد أخذناه، يعني اشتريناه منك بنفس الثمن، أنت اشتريته ب5 قروء، نحن اشتريناه منك بنفس الثمن. فلما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم أتيته بالجمل، لأنه اشتراه خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فلما وصل المدينة أتيته بالجمل، جئت له بالجمل حتى يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطه 5 أوراق من ذهب. خلاص وأتى بالجمل، قال خلاص أعطيه ثمن الجمل 5 أوراق من الذهب. اعطه 5 أوراق من ذهب يستعين بها في دين عبد الله. من هو عبد الله؟ والد من؟ جابر رضي الله، في دين عبد الله. وزده 3 واردد عليه جمله. وزده 3 واردد عليه جمله. أصبح كم عدد المال الآن؟ لا ليس 8، 18، 13 أحسنت. 5 أوراق من ذهب وزاده 3 ورد عليه الجمل، وقيمة الجمل 5 أوراق، إذن 13. أصبح الإجمالي القيمة يعني القيمة المعتبرة للجمل 5 أوراق من ذهب صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ب5 ورد عليه الجمل، والجمل قيمته 5 أوراق، أصبحت 10 وزده 3، أصبح كم عند جابر تقريبا الآن؟ حوالي 13 من ورق الذهب. طيب وزده 3 واردد عليه جمله. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل قاطعت غرماء عبد الله؟ حصل بينك وبينهم توافق أو انتهيتوا على شيء أو تناقشتم الموعد، شفتم موعد، شفتوا كذا؟ قلت لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أترك وفاء؟ قلت لا يا رسول الله. قال لا عليك، لا عليك يعني لا تخاف. إذا حضر جداد نخلكم فآذني. ما معنى حضر الجداد؟ موسم الحصاد. آذني خبرني. فآذنته، جئته وأخبرته. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى البستان اللي فيه النخيل، فدعا لنا صلى الله عليه وسلم، فاستوفى كل غريم ما كان يطلب تمرا. يعني كل واحد من الغرماء أخذ بالمقايضة، يعني قيمة ماله أخذها تمرا. كل غريم ما كان يطلب تمرا وفاء. وبقي لنا ما كنا نجد وأكثر. يعني كل العام هم عندهم في مثلا النخيل ديالهم، يعني في العام مثلا كذا من مثلا قنطارين يأخذوا مثلا من التمر. فقال وبقي لنا بعدما سدوا أهل الدين، وبقي لنا ما كنا نجد وأكثر. فقال صلى الله عليه وسلم لأهل جابر هو وأخواته ارفعوا ولا تكيلوا. خذوا ما تبقاش تكيلوا، يعني شحال غير خذوا خلاص ما تبقاش تكيل. ارفعوا ولا تكيلوا. فرفعنا فأكلنا منه زمانا، يعني رفعنا من هذا وكلنا زمان وقت طويل. طبعا هذه هي البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحاطت بجابر وأحاطت بأهل جابر وأحاطت بأبي جابر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قصة عجيبة أخرى هي لأبي هريرة رضي الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يعني قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. رضي الله عنه. بالله عليكم دنيا أبو هريرة يجوع فيها ويضع الحجر على بطنه ماذا تساوي؟ إذا كانت دنيا هذه، إذا هذه دنيا لا تساوي شيء.
التي يجوع فيها أبو هريرة لدرجة أنه يضع الحجر على بطنه. تعرف من هو أبو هريرة؟ تعرف هذا الصحابي الجليل صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بيدي على الأرض من الجوع. ما معنى لا أعتمد؟ نطيح على الأرض من شدة الجوع وأضع يدي على الأرض. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، هكذا يعني يتعرض حتى يستدعي شي واحد إلى الدار، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، إلا ليقول اتبعني للدار، فمر ولم يفعل رضي الله عنه، غفل يعني ظن، يعني لم يأتي على باله أنني جائع رضي الله عنهم. انظر إلى تعففهم وانظر إلى يعني زهدهم. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. من هو أبو القاسم؟ رسول عليه الصلاة والسلام. فعرف ما في نفسي صلى الله عليه وسلم، فعرف ما في نفسي وما في وجهي صلى الله عليه وسلم، فتبسم وقال: يا أبا هر الحق. ما معنى الحق؟ ورايا. فاتبعته فدخل يعني إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت فأذن لي، يعني دخل هو أولا ثم استأذنت ثم دخلت من ورائه، فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح عند أهله، فقال عليه الصلاة والسلام لأهله: أنى لكم هذا اللبن؟ من أين جاءكم هذا اللبن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل خوف أن يكون من الصدقة، فإذا كان من الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم. أنى لكم هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. من هم أهل الصفة؟ تريد تعرف من هم أهل الصفة؟ أعطيك الآن تعريف أبي هريرة لأهل الصفة حتى تعلم الأمة الإسلامية ماذا فعلت بأبناء الإسلام. انظر. قال رضي الله عنه: فأحزنني ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هر اذهب إلى أهل الصفة، وأهل الصفة حوالي 70 واحد، وهو جاء أبو هريرة. فقال: يا أبا هريرة، يا أبا هر انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة: فأحزنني ذلك. وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال. انظر إلى تعريف أبي هريرة لأهل الصفة، قال: أضياف الإسلام. أضياف الإسلام هم ضيوف على الإسلام، يعني ناس خرجوا من ديارهم وأموالهم وبلادهم لله، خرجوا ليس عندهم لا أهل ولا مال ولا أحد، خرجوا لله لأجل الدين، فارين بدينهم رضي الله عنهم. قال: أضياف الإسلام. أين الأمة الإسلامية في أضياف الإسلام؟ كم ضيعت من أضياف الإسلام؟ كم أزهقت من أرواح أضياف الإسلام تحت جنازير الدبابات؟ كم وكم. وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال. كيف كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الصفة؟ إذا جاءته صدقة أرسل بها إليهم عليه الصلاة والسلام. كانت إذا جاءته صدقة يرسلها إلى من؟ إلى أهل الصفة. ولم يرزأ منها شيئا، يعني صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة يرسلها إلى أهل الصفة ولا يرزأ بمعنى لا يأخذ منها شيء عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها
فأصاب منها. ما معنى هذا؟ إذا جاءت الصدقة يرسلها إلى أهل الصفة ولا يأخذ منها شيء ولا يصيب منها شيء أبدا صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءته هدية يأخذ منها شيء حاجة ويرسل الباقي ويرسل إلى من؟ إلى. طيب لماذا يأخذ من الهدية شيء؟ حتى لا يبقى في نفس المهدي شيء، حتى لا يبقى في نفس الذي يهدي شيء. لماذا يعني الصدقة يرسلها كلها والهدية يأخذ منها؟ لأنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، والهدية يأخذ منها، يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام الهدية، ولكنه يأخذ شيئا ويرسل الباقي كله لمن؟ لأهل الصفة. يأخذ منها حتى لا يبقى في نفس الذي أهدى شيء صلى الله عليه وسلم. لأن ربما يقول واحد طيب لماذا لا يعطي الهدية كلها إليهم لأهل الصفة ما يأخذش منها ولا شيء؟ لأن لو فعل هذا عليه الصلاة والسلام أصبح في قلب الذي أهدى شيء، أن لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ هديته. وحصل هذا مرة من المرات. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع وجاءه أحد الناس وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. تعرفون الحمار الوحشي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه، ما قبل منه الهدية، فتغير وجه الرجل وتأثر، أصابه الحزن. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الرجل علامات الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا ما رددناها عليك إلا أن كنا حرما، يعني نحن رددنا عليك الهدية لأننا كنا محرمين، والمحرم ما يقبل الصيد، والرجل أتى بصيد، حمار الوحش صيد، فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له إنا ما رددناها عليك إلا أن كنا يعني محرمين. وانظر إلى رفق الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسية الناس ومراعاة خواطرهم، وكيف أنه يعني يجبر بخاطر الإنسان، مش يكسر الخاطر ويحرق خاطرك ويدمر خاطرك. النبي عليه الصلاة والسلام يجبر يعني الكسر عليه الصلاة والسلام. انظر هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركها فيها فأصاب منها. قال أبو هريرة فأحزنني إرساله إياي، أحزنني لأنه الحليب لبن قليل وأهل الصفة يعني 70 واحد، فأحزنني إرساله إياي وقلت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، يعني إن شاء الله أجد بس يعني غير شربة واحدة، يعني جرعة واحدة فقط أتغذى بها رضي الله عنه. فما يغنيني هذا اللبن في أهل الصفة. ما معنى فما يغنيني هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني أنا ايش نحصل معهم؟ يعني ما الذي سوف أجده معهم؟ ربما ما أجد معهم ولا شيء. قال رضي الله عنه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنا الرسول فإذا جاءوا، يقول يعني أبو هريرة فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعاطيهم، ولم هو يقول أيضا أنه الآن أنا ما الذي سوف يعني نجد من هذا اللبن. ثم إذا جاءوا أهل الصفة ودخلوا عند رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يعطيني أنا اللبن وأنا الذي أعطيهم اللبن، فيعني هو مش حيشرف فهو الذي سوف يناول عليهم. فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعاطيهم، ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله بد. ما معنى كلمة بد؟ يعني لا مجال، يعني خلاص لا بد لي أن أطيع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لازم أمشي وأتكلم وأدعو أهل الصفة. فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا، ذهب دعاهم أقبلوا، فاستأذنوا يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأذن لهم، استأذنوا تفضلوا، أذن لهم دخلوا، فأخذوا مجالسهم من البيت، كل واحد أخذ مكان جلس فيه في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما قلنا قبل قليل: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. هو اللي حي الآن كما نقول بالدرجة المغربية يسبح، هو اللي يقوم الآن بالواجب. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فأعطهم. يعني هو الآن ما يقدرش يشرب. قال: قم فأعطهم. فأخذ القدح رضي الله عنه، فقال: فأخذ القدح فأعطى الرجل حتى، يعني رضي الله عنه أبو هريرة، يعني أخذ يعني راوي الحديث يقول يعني فأخذ القدح فأعطى الرجل حتى يروى ثم يرده إلي. أخذت القدح ويعطيه، أصبح يعطيه للناس، كل واحد منهم يشرب ثم يرد القدح على أبي هريرة هكذا. فأعطي الرجل حتى يروى ثم يرده إلي حتى روي جميع القوم. جميع القوم شربوا. فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت في النهاية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فنظر إلي فتبسم. عرف قصة أبو هريرة. ثم رفع رأسه فنظر إلي فتبسم وقال: اقعد. فقعدت فشربت، وقال: اشرب. فما زال يقول لي: اشرب وأشرب، اشرب وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ما معنى ما أجد له مسلكا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأرني، أعطيني الإناء. فرددت إليه الإناء فحمد الله عز وجل وشرب منه صلى الله عليه وسلم. آخر القوم، آخر القوم، آخر من شرب من اللبن من هو؟ عليه الصلاة والسلام. وأول من شرب منه أهل الصفة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تريد تجلس وتسمع درس السهو ولا نخلوه إلى غد؟ ما رأيكم؟